اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم فرخه في الكيس الحراري مع الخضار المشكل بطريقه سهله جدا وبسيطه، طعمها حلو قوي، ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه عندي فرخه في حدود كيلو ونص، غسلاها ومنضفاها كويس جدا. عندي التوابل، ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ وبابريكا ومعلقه من الصلصه، وعندي فنجان صغير من ميه البصل، وعندي خضار مشكل. اول حاجه هجيب عندي بوله، هبتدي انزل فيها بالتوابل، الملح والفلفل الاسود والبهارات بتاعه الفراخ والبابريكا مع ميه البصل ومعلقه من الصلصه. هبتدي اقلبهم مع بعض بالشكل دوت. بعد كده هجيب عندي بقى الفرخه، هبتدي اوزع عليها الصوص اللي انا عملته دوت. الاول هعمل فتحات فيها بالسكينه بالشكل ده من على الصدر ومن عند الورك، علشان انا عايزه التتبيله تدخل جوه انسجه الفرخه وتتبل كويس جدا زي ما انت شايفه بالشكل ده. لو انت عندك وقت ممكن تتبليها وتسيبيها في التلاجة لمدة ساعة، بتبقى النتيجة حلوة قوي زي ما انت شايفة بالشكل ده. هتبلها كويس جدا من جوه ومن بره. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك. بعد ما تبلت الفرخة بالشكل دوت، هجيب بقى عندي الخضار المشكل وهنزل عليه بباقي التتبيلة وهقلبها كويس جدا زي ما انت شايفة بالشكل ده. انا نسيت البصل في الاول، جايبه بصل مقطعاه حلقات صغيره، هبتدي اتبله مع الخضار. انا الخضار هنا بسله وجزر وبطاطس وكوسه، اي نوع خضار انت تحبيه ممكن تزوديه. هجيب بقى عندي الكيس الحراري، والكيس دوت موجود في اي محل من محلات مستلزمات الاكل والحاجات اللي زي كده، بتوع المناديل والحاجات دي هتلاقيها موجود عنده. هجيب بقى الكيس، هبتدي اوزع الخضار في الكيس بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اكتف الفرخه بالشكل ده وادخلها جوه الكيس، وهنزل عليها بباقة الخضار المشكل عندي. طبعا مولعة الفرن على درجة حرارة 200، الفرن يكون سخن. هنزل بباقة التتبيلة بالشكل ده. هتطلعي بقى الهواء من الكيس، اهم حاجة تطلعي الهواء من الكيس كويس جدا وتربطيه. طريقته سهلة خالص، الفرخة دي هتطلع وطعمها بجد تحفة. هجيب بقى عندي الصينية اللي هدخلها الفرن، هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد في حدود ساعة. بعد ما تطلع من الفرن هتبقى معايا بالشكل دوت. هفتح الكيس من عليها، استوت خالص. هنقلها بقى عندي في صينية، وهجيب عندي معلقة من الصلصة ومعلقة من زيت الذرة وشوية فلفل اسود. هتبلهم مع بعض كده، وهدهن الفرخة كويس جدا وادخلها تحت الشواية. هتاخد بقى اللون الذهبي 10 دقايق وهتطلع معايا وتبقى بالشكل ده. وقدمتها مع الخضار المشكل، الخضار مستوي جدا وطعم الفرخة خطير مع الخضار المشكل. زي ما انت شايفة كده الفرخة مستوية خالص، دايبة جدا. اعمليها هتشرفك في اي عزومة. لو عجبتك ما تنسيش اللايك والشير عشان كل جديد يوصلك، والف هنا وشفا. السلام عليكم.